الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. من مطبخ مجيدة النهارده إن شاء الله هنعمل بقى شوية عصير عسل عسل عسل. عارفين العصير اللي بيتباع في المحلات والسوبر ماركات اللي بيبقى فيه قطع كده خوخ؟ يلا بينا بقى النهارده معانا خوخ بالقطع، عصير تحفة تحفة تحفة. يلا نسمي الله كده ونخش على مطبخ مجيدة. ما تنسوناش بقى بلايكاتكم الجميلة وتفعيل الجرس عشان اعمل لكم كل جديد. خش بقى على مطبخ مجيدة ونشوف مجيدة هتعمل ايه النهارده. تعملي ان هي مجيدة النهارده هعمل لكم عصير خوخ بس عسل عسل عسل، تحفة تحفة تحفة. جبت بقى الخوخ غسلته غسلة جميلة جدا. أنا معايا هنا جايبة للخضار والفاكهة، جايبة يعني غسول كده أغسل بيه الفاكهة وأغسل بيه الخضار. تحطي نقطة صغيرة كده بينضف بقى وينزل من الحاجات دي طينة كده التراب والحاجات دي. بعد كده بتشطفي بشوية خل وخلاص. جبنا مية بقى حطيناها على النار ونزلنا فيها بقى ايه الخوخ اللي احنا غسلناه غسلة عسل دي. حطينا عليه نص كوباية سكر وهنسيبه ياخد ويدي كده مع نفسه. هنا بقى معايا 4 خوخات هقطعهم طبعا قطع صغيرة بعد ما قشرتهم كده هقطعهم قطع صغيرة. ويلا بينا بقى ايه نشوف بقى ايه الخوخ اللي على النار ده. كده طبعا كده الخوخ استوى بسم الله ما شاء الله. مش خوخ دوت، ده شكله كأني والله كأني مش خوخ. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب كده. ما تنسوناش بقى بلايكاتكم الجميله وتفعيل الجرس عشان اعمل لكم كل جديد. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. هنا بقى طلعناه. بصوا الميه بتاعه الخوخ شكلها تحفه بجد بجد تحفه. هنطلع بقى الخوخ هنا ونسيبه يبرد. بصوا اللون تحفه تحفه. طلعنا بقى الخوخ هنا ويلا نقشر بقى ونطلع منه البذرة. بصي هنا هو متقشر لوحده. بصي بتطلعيه بتلاقي القشرة طلعت بسم الله ما شاء الله الله أكبر. ربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم. متنسوناش بقى بلايكاتكم الجميلة وتفعيل الجرس عشان أعمل لكم كل جديد. ربنا يخليكم ليا. بصوا الجمال. متنسوش تدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة وانصر إخواتنا الفلسطينيين على مين يعاديهم يا رب. هنا طبعا قشرنا وطلعنا البذر وخرطنا اللي احنا قشرناه عشان ننزله في العسل اللي احنا حاطينه على النار اللي كنا بنسلق فيه الخوخ. طبعا احنا هنا هنغليه غلوة واحدة مش عايزين. حطينا نص كوباية سكر عشان انتوا عارفين الخوخ بيبقى فيه برضو ايه لسه يعني محلوش اللي هو يعني. هنسيبه بقى يغلي كده مع نفسه غلوة واحدة وبعد كده نطفي عليه. تمام. بعد هنا بقى ما نضفنا الخوخ وطلعنا منه النقع وشلنا القشر. خدت شوية المية اللي هي مطرح الخوخ حطيتها في الخلاط عشان الخلاط يمشي طبعا بالخوخ. بصوا هنا الجمال والحلاوة بصراحة تحفة بجد بجد بجد. بعد ما عملته بقى هصفيه عشان انتوا عارفين فيه ألياف وكده لازم يتصفى. بعد بقى ما هصفيه كده كويس جدا كده هجيب بقى اللي هي الحتت اللي انا خرطتها دي وهنزلها جواه عشان لما تيجي تشربي كده تلاقي بقى القطع زي اللي بتباع ايه فين في المحلات. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. الله الله على الجمال تحفة تحفة. ما تنسوناش بقى بلايكاتكم الجميلة ويا رب تكون ضيفة خفيفة عليكم وكون النهارده نلت إعجابكم. وما تنسوش بقى دعواتكم الجميلة كده ولايكاتكم الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم مجيد.